بصوا اللحمه عامله ازاي يا جماعه، شايفين لونها، شايفين الجمال. يعني انت تخلك في الوهله الاولى ان هي فراخ او سمك، لان اللحمه بص لونها ابيض، بس دي لحمه بتلو ميلك فيد اللي هي شربت لبن بس ما اكلتش لسه اكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم من البيت عادي، من المطبخ مفيش اي حاجه. النهارده كنت في السوبر ماركت، في هايبر ماركت، احد السوبر ماركتس الكبرى في محافظه القاهره الكبرى. المهم بقى وانا معدي فلقيت ايه، لحوم المستورده. عندهم حاجات ملفوفه فاكيوم صغيره كده لونها بينك كده وجميله، فقربت، هي خطفت قلبي يعني، شكلها كده حاجه قد كده يعني، تحس ان هي ايه، شمامه صغيره، لحمه كده مجمده كده. فقلت له ايه ده؟ قال لي ده وش فخده بتلو نيوزيلندي ميلك فيد، يعني العجل بيبقى شارب لبن بس، مستورد من نيوزيلندا. طب حلو الكلام ده. بكام سعره؟ الحاجات دي انا عارف ان سعرها بيبقى غالي شويتين يعني، اغلى من اللحمه البلدي اللي عندنا يعني. فبكام سعر الكيلو؟ قال لي الكيلو سعره 280 جنيه. فبيني وبينكم حصل عندي زنه كده، اللي هو ايه، بين اللي هو الروح الشريره والروح الطيبه. اجابه طب ده بر على نفسك، لا اصبر، طب لا مش عارف. المهم ايه، قلت له طب يوزن لي الحته دي، فوزنها طلعت كيلو بالظبط. فقلت له طب انت بقى دي بتقطعها ازاي يعني، اصل هي مجمده عامله زي الحجره كده. قال لي لا احنا عندنا منشار وهنقطعها لحضرتك وبتاع. قلت له حلو. انا بقى عايز اعمل، اصل احلى بيكاتا بالمشروم بتتعمل بايه، او بيكاتا بالشامبينيون، عشان في ناس بتتابعنا ما تضايقوش مني يعني. الصح بتاعها ان هي تتعمل بلحمه بتلو، ولحمه البتلو دي برضو الصح بتاعها اللي هي تعمل بيها ايه، الاسكالوب بانيه. بصوا اللحمه عامله ازاي يا جماعه، شايفين لونها، شايفين الجمال. تخيلوا ده الوش الفخده كامل بتاع اللحمه بتاع العجل، فمتخيلين العجل قد ايه. المهم ده كده نص الكميه، نص الكميه انا قطعته وعملته كده من غير دق علشان نعمل بيه بيكاتا، والنص التاني هحاول اشتغل عليه بس مش النهارده طبعا، ان انا اعمله بوفتيك. شيلته بقى في الفريزر وهبقى اشتغل عليه بقى الفتره الجايه. فدول عباره عن 480 جرام يعني، دولت سعرهم لو هنتكلم عليهم كفلوس اولموست 130 135 جنيه حاجه في الرينج ده، حوالي نص كيلو يعني، اللي هم يكفوا مثلا لو فردين او 3 افراد. لان البيكاتا بيتعمل معاها صوص فبتبقى تقيله، وبتحط عليها مشروم، وبيتعمل طبعا جنبها رز ابيض، يعني هي الطف حاجه كده، خضار سوتيه مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا هنوريكم البيكاتا بتعمل ازاي، ودي مش اول مره اعمل بيكاتا، انا عملت بيكاتا قبل كده باللحمه الكندوز. يلا بقى عشان اتكلمنا كتير، هنخلي الطاسه دي تسخن، هنتبل بقى بسرعه. اللحم مش محتاج تتبيل كتير، بس انا هحط شويه ملح، شويه فلفل اسود، انا بس هحط شويه بهارات عشان اوريكم ان انا بشتغل يعني، بس هي كده كده ايه، مش محتاجه اصلا غير شويه الملح والفلفل الاسود. انا بس بحب ازود كده دايما حته قرفه على اي لحمه بس كده. خلينا بقى ايه، نوطي النار. الاول احنا هنشوح اللحمه، ويعني هنسويها 3/4 السوا بتاعها، هنشوحها سمنه بلدي طبعا، وبعد كده نعمل الصوص بزبده. عايز اقول لكم بقى ان من الحاجات اللطيفه جدا في اللحمه البتلو دي، ان هي يعني انتوا هتشوفوا هتاخد وقت قد ايه في على النار، يعني لا يتعدى الدقايق المعدوده، وهتكون استوت وهتكون زي الفل وهتأدي دورها على اكمل وجه. طبعا بصوا هي اصلا عشان انا اتعاملت معاها بغشوميه شويه، فبصوا بدات تتقطع ازاي، يعني هي مش مستحمله. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تتعاملوا معاها برفق كده في الطاسه علشان ما تتقطعش معاكم. هي بالظبط خدت 3 دقايق على الوش ده و3 دقايق على الوش ده. شايفين لونها، هي لحمه لونها فاتح اصلا. نبدا بقى نطلعها هنا كده، نحط بس فاضل واحده نعملها في السريع، ونرجع لكم بقى عشان نعمل الصوص. طبعا بقى ايه، كميه السمنه اللي موجوده لسه في الطاسه، لان هي ما خدتش وقت، هنحط عليها حته زبده بس صغيره كده، ونولع بقى النار على ايه، على الهادي خالص. نحاول نكحت كده، بس طبعا لو تيفال هي مش هتبقى تعمل ده، بس دي عشان طاسه جرانيت. الصوص بقى على حسب ما انتوا عايزين القوام بتاعه، احنا هنخلي الصوص هنتقله في الاخر مش في الاول. بمعنى ايه، ممكن تحطوا الدقيق دلوقتي وتحمروه كانكم بتعملوا بشاميل، وبعد كده تحطوا عليه الكريمه والكلام ده، بس انا ما بحبش اعمل كده هنا، خصوصا ان البيكاتا بتبقى احلى لما بتستخدم فيها المشروم المعلب مش المشروم الفريش، وكل واحد هو حر. بس انا في حاجات كده بعتبر ان هي لما بتبقى معلبه بتبقى طعمها احلى. هننزل بقى المشروم الاول يتحمر على حسب كميه المشروم اللي انتوا عايزين تحطوه، ولو مشروم فريش ينفع طبعا يبقى حلو برده، بس يعني ايه، كل واحد ومزاجه يعني. نقلب بقى كده المشروم. شايفين المشروم شرب السمنه على طول والزبده، وبقى ايه، فل الفل. ممكن بقى تخفوا بعد كده يعني، ممكن دلوقتي تحطوا الدقيق دلوقتي، انا ممكن احط الدقيق دلوقتي، ممكن احط الدقيق في الاخر، كل واحد على حسب مدرسته يعني. الموضوع مش ثابت عشان الناس تدخل لك يقول لك لا ما بتتعملش كده، بص كله المهم تعمله طعمه حلو ويطلع مظبوط. انا مثلا دلوقتي هاجي احط حبه دقيق صغيرين جدا هنا، انا كده كده ما بحبهاش تقيله. ناخد معلقه دقيق، وكل الميه جاهزه معانا. ممكن لو انتوا ما عندكوش كريمه لباني وهتعملوها بالحليب بس، فممكن تحطوا حليب على طول دلوقتي، ما تحطوش ميه. لو عندكم كريمه لباني
لو عايزين تحطوا الاثنين حطوا، بس كده كده انا هحط كريمه لباني، والكريمه اللباني غاليه اصلا اليومين دولت، فانا هحط ميه وبعد كده ازود كريمه لباني. شوف لو احتاجت بعد كده احط لها حليب او حاجه، ممكن ابقى اعمل كده. بس في الاخر حطينا حاجه ميه بسيطه خالص بس عشان تربط معانا الصوص زي ما انتم شايفين. كل ده لسه ما حطيتش بهارات خالص، واللون اللي جاي معانا ده احنا معتمدين على مكان مشاوينا اللحمه والبهارات بتاعتها. هنيجي بقى ايه، نحط دلوقتي بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا وسنه قرفه صغيره وشويه اورجانو او اي بهارات ناشفه موجوده عند حضرتك عطريه علشان تدينا الجو. ممكن بقى ناس بتحط ماجي، انت على حسب الطعم اللي انت عايزه. هنا ده بقى كل واحد وايه وعلى حسب الذوق بتاعه. بصوا المشروم كده استوى وبقى لطيف جدا جدا جدا. ممكن بقى ايه ندوق كده عشان نشوف البهار. حلو جدا. هنجيب بقى ايه المكونين الاساسيين بقى معانا هنا النهارده. من المكونات الاساسيه اللي في الصوص بتاع البيكاتا المستردة. هننزل بقى كده ايه معلقتين مستردة يعتبروا كبار، والكريمه اللباني. يعني احنا لو بنتكلم في نص كيلو لحمه خدوا حوالي تلت علبه مشروم الكبيره او ممكن علبه من الصغيره وعلبه كريمه لباني من الصغيره. هنيجي بقى بص شايفين المستردة مع الكريمه مخليها اللون ايه مصفر شويه. تظبط بقى يا باشا البهارات بتاعتك. في ناس بتحب تحط فيها بقى الدجاج برده، دي كل واحد على حسب ذوقه. انا هدوق كده اشوف الوضع ايه كده الكامل المتكامل عشان ايه لو محتاجه حاجه نزودها. بسم الله. انا عايز الف كتاب طبخ. انا لازم الف كتاب طبخ بعد التيست الفظيع اللي انا عامله ده. الف وماله حبيبي الف. هنمسك بقى اللحمه هنرجعها تاني في قلب الايه في قلب الصوص. طبعا العصاره بقى الجميله بتاعتنا هنحرص انها كلها تتغطى بالصوص الجميل ده ونسيبها. نخلي النار واطيه بس عشان الصوص ده ممكن يلزق معاكم ويتحرق من تحت. هنسيبها بقى على نار واطيه خالص من 5 ل 10 دقائق على حسب قوه البوتاجاز بتاعتكم. لو عايزينها تتقل سيبوها مكشوفه، لو مش عايزينها تتقل خلوها متغطيه وسيبوها ال5 دقائق دول تاخد وتدي اللحمه مع الصوص وتبقى كده جاهزه للاكل. كده خلاص. للاسف كنت فاكر اني مش هستخدم المعلقه تاني، اضطريت اغسلها بقى دلوقتي. ادي بقى ايه البيكاتا بتاعتنا خلصت. هنيجي كده ناخد بقى ايه حته كده من الحلويات دي. على فكره هي خدت بالظبط لا تعدى التلت ساعه من اول مرحله فيها خالص لغايه دلوقتي. تعالوا بقى كده ايه نشوف الاداء على ايه. شايفين طبعا اللحمه يعني انت تخلك في الوهله الاولى ان هي فراخ او سمك، لان اللحمه بص لونها ابيض، بس دي لحمه بتلو ميلك فيد اللي هي شربت لبن بس ما كلتش لسه اكل. ولا الصوص يا جدعان خطير. دي بقى بتتقدم بقى مع الرز الابيض والخضار السوتيه، دي اللي بيعملوها في الكافيهات وفي المطاعم الفاخره. احنا كده بنتكلم ان النص كيلو ده اللي هو لو في مطعم من الحاجات الانترناشونال الفاخره هتلاقي مثلا الطبق ده ثمنه الواحد مثلا 250 جنيه. فانت النص كيلو ومع شويه الحاجات بتاعته اللي هو يعمل لك من طبقين ل3 اطباق كملش 200 جنيه، ومع شويه الرز والخضار يعني هيكلف له 250. وعملت اكله حلوه في البيت ولعتوا الشمعتين. ربنا يكرم الجميع ويعدي الازمه على خير ويسهل الامر لاصحاب المطاعم ويسهل الامر للناس. ويعني ايه كلنا في مركب واحده يا جماعه، فلازم نحس ببعض كلنا. سيبوني بقى مع حته اللحمه دي. تصبحوا على خير.